مرحبا الكل، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد. هو روتين اول ايام الشتاء. برغم هي يعني بدت عندنا هنا بالمانيا درجة الحرارة جدا تنخفض بشكل كبير، يعني وصلت الى 3 درجة الحرارة وهي ما زالت بالانخفاض. فكان اجواء شتائية حلوة، فحبيت اشارككم هاي الاجواء. اتمنى تبقون يعني للنهاية، ولكن بالبداية لا تنسون اللايك والاشتراك، تفعيل جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. يعني كنا احنا نعرف انه اجواء الشتاء اجواءها جدا جدا حلوة، واستمتع بها اكثر بهواية من الصيف، بالرغم انه اكو هواية ناس يحبون الصيف واجواء الصيف. اما اني لا، بالعكس، احب الشتاء جدا جدا، احب طقوسه، احب يعني اشعل الشموع، احب اسوي لي اجواء روحانية حلوة استمتع به. بالرغم انه الجو كلش بارد، يعني واحد ما يقدر يطلع من يعني مطر وبرد واحد حتى ما يقدر، فأنا أحب أبقى بالبيت، أحب هيك بالدفو. يمكن هواي راح يأيدني هذا الموضوع ولكن للأسف يعني يعني أنا قلت لكم قبل فترة، قلت لكم أنا صار عندي تسمم أنا والأولاد. فسبحان الله من صارت شوية درجة الحرارة يعني تنخفض، يعني صراحة رجعت عندي المغص وآلام وهكذا، يعني حتى أنا والأولاد. فش اسوي؟ يعني ظليت اشرب سوائل ودواء، يعني شغلات دافية شوية احسن، ظلت تهون علي. بس برغم هذا ظليت احب. وبما انه هي الاجواء باردة، بما انه مثل ما قلت لكم عندي التهاب معوي صار، فكان لازم انه احاول اسوي لي شغلات يعني صحية ومو دسمة، يعني بحيث تأذيني. فكان عندي انه اسوي هاي الاكلة الالمانية اللي هي شوربة الخضار مع الدجاج. اكلة جدا لذيذة وسهلة وبسيطة وما تاخذ اي وقت، وايضا صحية بنفس الوقت، وتساعد على انزال نقص الوزن، اللي هي صدر الدجاج، وكذلك أنواع من البقوليات قليل منعتها، وكذلك أنواع من الخضروات الجاهزة موجودة هي بالمحلات الألمانية. ايضا خليها في بعض واكو الالمان يخلوا لها هاي الكريمه البيضاء، بس انا استغنيت عنها، وذلك لان هي شويه تكون ثقيله او دسمه، فحبيت استغنى عنها وخليت نوع من البهارات الكاري وبهارات الشوربه. يعني حبيت انه اخفف بالاكل، وخاصه هي طقوس الشتاء دائما نحتاج لنا الى الاشياء الدافيه المفيده للجسم. يعني كلش احبها، ويعني ما احب يعني اكل الاشياء الدسمه. فهي برغم هي هاي الشوربة يعني بسيطة عادية، بس تتصورون الطعم مالتها جدا جدا لذيذ، يعني جدا طيبة، بحيث شبعتني وأغنتني عن الأكل العادي اللي أنا أكله. جدا لذيذة وجدا سهلة، يعني وصراحة يعني واحد من يريد شوي ينظف جسمه من السموم، خاصة يعني فترة هاي الشتاء، إنه يستخدم هاي النوع من الشوربات. جدا سهلة ولذيذة وما تحتاج أي وقت. حبيت هنا أشارككم بما أنه فترة المعجنات، يعني لازم واحد كل يوم لازم يسويه، فحبيت أشارك وياكم هو البريوش المغربي. أكون يا رب يكون لفظته بشكل صحيح. أكلة جدا جدا لذيذة، وهي قريبة نوعا ما من الشرك العراقي، نوعا ما يعني قريبة، وهم شغلتها سهلة ما يحتاجها أي وقت، يعني أي جهد. هي نضيف كوبين من الحليب وربع أو نص قلاص من السكر وظرف من الخميرة، ونخلطهم جيدا ونخليهم يتخمرون. بعد 10 دقائق من وراء ما يتخمرون نضيف ربع كاسة من الزيت، وكذلك نضيف 50 جرام من الزبدة. هي الزبدة اكو بعد ما يعجنون العجينة يضيفون الزبدة، بس انا هنا نسيت خليتها ويا السوائل، عادي مو مشكلة يصير. وكذلك يضيفون لها بيضتين، فأنا هنا استخدمت بيضة واحدة لأن أطفالي ما يحبون طعم البيض من المعجنات، فخليت لها بيضة واحدة، وكذلك ظرف من الفانيلا حتى توخر الزفارة. هم المغاربة يستخدمون الحلبة، يعني تعطي نكهة للمعجنات، بس للأسف ما كانت متوفرة عندي. فواحد يقدر يضيف الهيل إذا موجود عنده مطحون الهيل، يضيفه إليه، يعني كلش ينطي نكهة كلش طيبة. وكذلك نضيف لها ظرف من بيكنج باودر الهمية للمعجنات هاي، حتى تساعد حتى تنفش العجينة.
وهي هاي. وكذلك أيضا نضيف لها 6 أكواب من الطحين أو حسب نوع الطحين. يعني إذا أكو طحين يشرب هواية سوائل، يعني هذا الطحين مالتي كلش هواية يشرب سوائل ونوعيته أبد مو زينة. شلون احنا بالعراق نسميه السائل، السيال الطحين السيال، هذا شغلته. كل شيء تعبني بالعجين، يعني هواية يمتص السوائل، فيمكن نحتاج لأكثر من 6 أكواب. بس انتم لا، اذا كانت الطحين مالتكم زين فهي تبقى يعني من تشوفون العجينة بدأت تتماسك تكون لينة مو كل الصلبة، هاي كفو يعني مقدار الطحين. فهنا انا قلت لكم الطحين مالتي يعني يحتاج هواية يعني سوائل، فضفت له كلش هواية اكواب من الطحين، تقريبا عادلت لي 7 اكواب من الطحين. وبعدين ابدي اعجن بيها، ولازم العجينة مثل ما قلت لكم ما تكون كل صلبة، لان اذا تكون صلبة راح تخرب عندكم. طبعا هنا يمكن هواية يعرفون بألمانيا احنا نعاني من الطحين، يعني ما نقدر نسوي بيه لا خبز لا شي، شوية صعب، لازم إلا نخلط وياه نوعيات ثانية يلا نقدر نسوي بيه الأشياء اللي نريدها، لأن نقول القوام مالته مو قوي يعني ما يفيد. هو فقط يعني أكثر شي هم الألمان يستخدموه للكيك وللكوكيز أو البسكت، هو هذا أكثر شي يستخدمونه. أما المعجنات شوية صعب واحد يسويه بهذا الطحين. فمثل ما تشوفون كملت العجينة وخلصتها وعجنتها، وبعدين أخليها ترتاح مدة ساعة كاملة بالضبط، ساعة كاملة على حرارة يعني المطبخ، تغطوها وبعدين ترجعون إلها. هاي بعد ما ارتاحت العجينة مثل ما تشوفون بقيتها مدة ساعة كاملة، أبدي أقطعها لكويرات صغيرة أو متوسطة الحجم. وهمين هاي الكويرات بعد ما أقطعها أبدي همين أخليها تتخمر همين مدة ساعة كاملة، يعني باعتبار كل العجين وهذا تقريبا يحتاج لساعتين للاختمار، ويعني يبدي يتفاعل ويا الخميرة، فأيضا تترك ساعتين وبس. طبعا ما تتصورون الطعم مالتها شقد لذيذ وشقد يعني جدا طيبة الصراحة. يعني أنا سويتها نفس اليوم الأطفال كل أكلوه، برغم هم بالمعجنات قليل ياكلون، بس هذا يعني طعمها كان كلش طيب وهشة يعني، فبسرعة يخلصوها الأولاد. فأتمنى تجربوها وتشوفون الطعم مالتها. أنا بالنوع اللي أحب جدا الأكل المغربي، جدا لذيذ وجدا شهي، يعني خاصة المعجنات مالتهم يعني كلش طيبة وكلش أحبها. هنا مثل ما شفتوا قطعتها إلى كويرات صغيرة، وأيضا تركتها لمدة ساعة كاملة. بعد الساعة كاملة هاي مثل ما تشوفون هذا شكلها بدأ تتضاعف الحجم مالتها. أبدي أدهن صفار بيضة وشوية حليب أو قهوة، وأدهن الوجه مالتها. وهنا أنا بعد ما طلعتها من الفرن شوف الشكل مالتها شلون جمال وشقد حلوة، شكلها كلش روعة ولذيذة وهشة بنفس الوقت. شوفوا شلون جمال مالتها. وهاي كانت وصفتنا لليوم. أتمنى يعني الوصفة حلوة وعجبتكم، وأتمنى تجربونها. احنا وصلنا هنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو كان حلو ومسلي لكم. أتمنى أشوفكم على الفيديو الجاي، لكن لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل جرس الإشعارات. أشوفكم على الفيديو الجاي، مع ألف سلامة. باي.